اللي بيحصل لما تكبر صورة واللي فجأة بتتحول لمربعات. الموضوع له علاقة بدماغ الكمبيوتر نفسه. فاكر لعبة الليجو لما تبني بيت صغير وتحاول تكبره؟ لو عندك عدد مكعبات كفاية هتعمل بيت كبير بنفس التفاصيل. نفس الفكرة بالظبط بتحصل مع الصور. أي صورة رقمية معمولة من ملايين نقط صغيرة واسمها بيكسل، وكل بيكسل عبارة عن لون محدد. لما الصورة تكون بجودة عالية ده معناه إن البيكسل عددها كبير وبيديك تفاصيل أكتر. لكن لما تكبر الصورة الكمبيوتر محتاج يملى المساحة الفاضية، بس المشكلة هو مش بيعرف يخمن التفاصيل والوان الصورة الصح، فبيضطر يستخدم طريقة اسمها تربوليشن، وده بيخليه يقرر او يدمج الالوان اللي موجودة في البكسل، وده اللي بيخلي الصورة تظهر مربعات او مشوشة. طب ايه الحل؟ لو عايز الصورة تكبر من غير ما تبكسل استخدم حاجة اسمها فيكتوروجرافي. دي مش معتمدة على البكسل وبتعتمد على معادلات رياضية، عشان كده مهما تكبرها بتفضل واضحة. وده سبب ان اللوجوهات والرسومات بتتعمل بفيكتور مش صور عادية. يعني لو لقيت صورتك بقت مربعات لما تكبرها متقلقش، انت مش دخلت ماينكرافت. دي قوانين الفيزياء الرقمية يا معلم. ها فيزياء.